بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، نرحب بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وقولوا للناس حسنا. الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حدثنا عن زينة الحياة الدنيا، فقال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالبنون هم من أهم زينة الإنسان في هذه الحياة، لذا وجب على الإنسان أن يعتني بهم وأن يحسن تربيتهم. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة لنا في هذا المجال، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكيف كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الصغار، وكيف كان يتعامل مع أحفاده صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وكيف كان يقبلهم، وكيف كان يحملهم في صلاته، وكيف كان يلاطف الصغار ويعاملهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. نتحدث في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء، ونسعد في هذا اللقاء بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ كرم القوصي، إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ عماد، شرفنا بحضرتك. أهلا بكم. بداية يعني المنهج النبوي صلى الله عليه وسلم منهج عظيم في الإحسان إلى الصغار وفي تعليمنا كيف نتعامل مع أبنائنا. كيف كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يحثنا على تربية أبنائنا أولا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. سعيد بلقاء حضرتك أستاذ عماد وبالسادة المشاهدين في برنامجكم المتميز وقولوا للناس حسنا. بداية لابد لنا أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا، وما دامت لنا مرجعية وقدوة وأسوة نلتمس منها الخطى في طريقنا إلى تربية أبنائنا، فيجب علينا ألا نترك مدرسة النبوة، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم بقيمها وأخلاقها، وكيف نتركها والله زكى صاحبها فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. جعل لنا الحق تبارك وتعالى رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دققوا كثيرا وتأملوا في كلام الله. قال تعالى: أسوة حسنة، وصفها بأنها حسنة. لماذا؟ لأن هناك أسوة سيئة. لو قال أسوة وكفى لما صلح المعنى، لكنه يريد أن يلفت انتباهنا إلى أن تصرفات من أقوال وأفعال وتقريرات حبيبنا صلى الله عليه وسلم كلها على إطلاقها حسنة. فلو تتبعنا السيرة النبوية والسنة المطهرة المشرفة بسيرة صاحبها لما وجدنا موقفا سيئا واحدا فيها يشين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وصف جامع تام، أسوة حسنة. وكذلك يريد القرآن أن يلفت انتباهنا أن هناك أسوة سيئة، يعني ربما نجد أحد الآباء أو أحد المعلمين أو أحد المربين يدخن أمام تلاميذه أو أبنائه. هل هذا أسوة حسنة؟ كلا، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة قدوته في كل مناحي وجوانب الحياة. منهجه صلى الله عليه وسلم منهج عظيم لابد أن يأخذ به كل المربين والمعلمين والدعاة، لأن في الأخذ بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية إنشاء لجيل متميز. نحن الآن نفتقد التربية الرشيدة، ونحن في المساجد يا أستاذ عماد أو في الندوات أو في أي مكان عام يأتي أولياء الأمور من آباء ومن أمهات يشكون من تصرف أبنائهم وتصرف بناتهم، ونسألهم كيف تربونهم وكيف تعاملونهم، فربما لا يحسنون التصرف ولا الرد ولا التعامل، فحدثت فجوة عظيمة جدا بين الأباء والأبناء. هؤلاء لا يطيقون هؤلاء، وهؤلاء لا يجيدون التعامل مع هؤلاء. لنفتح
سويا دفاتر السنة النبوية المطهرة المعطرة بسيرة صاحبها صلى الله عليه وسلم، لنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن المبدأ الأول والمنهج النبوي يقوم على الرحمة، هذا الخلق الذي تتفرع منه جميع الأخلاق، خلق الرحمة. من أين تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق؟ من الله. قال الملك: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا المخاطب رسول الله، فما بالنا نحن، وما بال الأمهات، وما بال الآباء، وما بال المعلمين، وما بال المربين. إذن فالأساس الأول الذي تقوم عليه أو يقوم عليه المنهج النبوي الرحمة في التعامل. هذه الرحمة تجعل من تربيه ومن تحسن إليه ومن تقوم بتعليمه الأخلاق وتدريبه عليها يحبك ويقترب منك، فيه ود، فيه عطف، فيه شفقة، كل هذا يتفرع من خلق الرحمة. فإذا حدثت هذه الرحمة قبل المربى والمتلقي والتلميذ منك أي توجيه في أي اتجاه. الله، يعني إذن أول مبادئ التربية لابد أن ترحم الصغير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعلمنا قدره. نعم. فضيلة الشيخ كرم، يعني رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان القدوة، والتربية بمنهج القدوة من أهم المناهج التي يجب أن يكون الإنسان حريصا عليها. الأب لابد أن يكون قدوة لأبنائه، الأم لابد أن تكون قدوة لأبنائها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة، كيف كان يقبل أحفاده صلى الله عليه وسلم، وكيف رآه الصحابة الكرام قدوة له. نعم. النفس البشرية أستاذ عماد، حضرتك والسادة المشاهدين، تهفو إلى من يلاطفها ويلاعبها. نعم. سبحان الله، هذه فطرة خلقها الله في خلقه أو جبلت عليها الخليقة. حينما يأتي الطفل بجوارك وتلاعبه وتمازحه وتلاطفه يحبك بالتأكيد. نعم. يقترب منك، يأنس بجوارك. وحينما يعلو صوتك فتزجره، وحينما تعتدي عليه تسبه، تشتمه، تطرده، هل سيحبك؟ لا. كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصغار يحملهم ويقبلهم ويؤنسهم ويداعبهم. ودخل رجل من صحابته اسمه الأقرع بن حابس فوجده يقبل سيدنا الحسن. رجل تعجب، رجل أعرابي، يعني سبحان الله العظيم، يعني طباع كانت صعبة قاسية في جفوة. ما هذا يا رسول الله؟ أتقبلون أبناءكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت فيهم أحدا أبدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وما أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. ولذلك من تربوا في هذه المدرسة المحمدية النبوية وفي جامعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا منها طبقوا هذا المنهج. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاروق الأمة وعادلها الأكبر، وكان أميرا للمؤمنين. وكان في مجلسه فجاء حفيد له فأخذ يحتضنه ويضمه ويقبله ويداعبه ويلاعبه. واحد من عمال سيدنا عمر غريب دخل وجد هذا المنظر، هذا المشهد. ما هذا يا أمير المؤمنين؟ أتقبلون صبيانكم وتلاعبونهم؟ قال: ادنه، اقترب، تعال. أمال أنت بتعمل إيه؟ ما شأنك في بيتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إذا دخلت بيتي سكت وصمت المتكلم ووقف الجالس وسكت اللاهي واللاعب. نعم. إنه بعبع دخل أو حد دخل يخيفهم. هل هذا من الإسلام؟ لا. أصدر سيدنا عمر فرمانا عمريا كما يقول المؤرخون، من فرمانات عمر. قال: يا هذا اعتزل عملنا، من لا يكون رحيما بأهله لن يكون رحيما بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. تفضل. فلذلك المنهج النبوي قائم على هذه الأسس. كذلك بعد أن نطبق هذا المنهج في الرحمة
ونطبق هذا المنهج في الشفقة ونطبق هذا المنهج في العطف، نطبقه في العدالة بين نستطيع أن نخرج الفاصل ونعود إلى هذا المنهج بعد هذا الفاصل القصير. فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود. من جديد عدنا مشاهدينا الكرام، نجدد التحية لحضراتكم ولضيفنا الكريم فضيلة الشيخ كرم القوصي. أهلا بكم مرة ثانية. أهلا وسهلا بحضرتك. تحدثنا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في القدوة والرحمة والحب ويعني التعامل مع الأبناء. نأتي إلى منهج من مناهج النبي صلى الله عليه وسلم في العدل بين الأبناء. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا منهج العدل بين أبنائنا؟ نعم، رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يوجد في البشرية أنقى ولا أسمى ولا أخلق ولا أعطف ولا أعدل منه صلى الله عليه وسلم. كان يطبق العدل والعدالة في كل مناحي حياته، حتى على أهل بيته. كان متزوجا من أكثر من امرأة، ولكن إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. نعم. في يوم من الأيام كان هناك صحابي جليل هو وزوجته، فهذا الصحابي نحل ابنا له نحلة، يعني أعطاه عطية ميزه من دون إخوته. فقالت زوجته المرأة الصالحة: لا حتى نأتي رسول الله. نعم، لا أقرك على هذا حتى تأتي رسول صلى الله عليه وسلم. تصرف المرأة الصالحة. نعم. هناك قدوة، هناك مرجعية نعود إليها، هناك شرع، هناك قرآن، هناك سنة. ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله سؤالا دقيقا: يا هذا، أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أنت لنفترض أنك أعطيت هذا الابن قراط، اديت لكل واحد قراط؟ فقال هذا الرجل: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. وفي رواية: فإني لا أشهد على زور، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. نعم، أو جور. نعم، المنهج العظيم، منهج التربوي. لماذا فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأبناء حينما نميز أحدهم، ما الذي سيحدث في حياتهم؟ سيختلفون، سيحقد بعضهم على بعض، ستدب نار الكراهية والحقد والحسد في قلوبهم تجاه بعضهم البعض، تغر الصدور. إذن نحن لا نجمع، نحن نفرق. هذا هو المنهج النبوي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في منهجه في تربية الأبناء التفاصيل الدقيقة. نعم. حتى ذوقيات الطعام والشراب. نعم. أبسط شيء، كان هناك طفل صغير تعلم ابنك آداب الطعام آداب الطعام. نعم. طفل صغير يقول: كانت يدي تطيش في الصحفة. يعني تصرف بسيط، هو يأكل في الإناء الذي أمامه، يأكل في كل اتجاه، بعيد كان أو قريب. فوجه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاليم نبوية رشيدة تصلح لكل زمان ومكان. يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. يقول هذا الرجل بعد أن أصبح كبيرا، ويقول وهو يروي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما زالت تلك نعمتي بعد. لو قارنا بين توجيهات النبوية وبين تصرفاتنا، احنا مش بنعمل كده إلا لو جاء ضيف في البيت أو ضيف قادم، نمسكه بالأبناء ونلقنهم: وهتعمل كذا، إياك أن تفعل كذا، واحرص على كذا، وتصرف بكذا. لكن لماذا لا نعلمهم صغارا؟ هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقال: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وفي الكبر كالرقم على الماء. كان يأخذ بصغار الصحابة فيعلمهم أدق التفاصيل حتى يغرس فيهم العقيدة. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلام صغير، طفل دون العاشرة، يعني في المرحلة الابتدائية بلغتنا نحن حاليا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا غلام، احفظ الله يحفظك. انظر إلى التعليم والتربية على العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح واليقين بالله. يا غلام، احفظ الله يحفظ. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احفظ الله تجد تجاهك. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
أيضا هو سيدنا عبد الله بن عباس، ذلكم الطفل الصغير الذي ينام في حجرة عمته السيدة ميمونة أو خالته عفوا السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يجلس في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونائما يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، يقوم فيجد قربة فيتوضأ ويصلي 11 ركعة. فقام يريد أن يقلد، هو نظر إلى شيء فأعجبه فتوضأ وقام على يسار رسول الله فأخذه وأقامه عن يمينه. لو حضرتك في البيت أو أنا أو أي أحد من السادة المشاهدين افترش سجادة الصلاة المصلي قام يصلي، تجد الطفل الصغير بيعمل إيه؟ بيقلدك. يقلده. نعم. لو اللي فعل ذلك يدخن، ماذا سيفعل الصغير؟ سيقلده. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم. أيضا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم ألا نعلم أبنائنا الكذب. هذه أمور نراها كثيرا في تربية الأبناء. هذه السيدة التي قالت لطفلها تعالى أعطك، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه السيدة التي يعني أحبت أن تخدع صغيرها تعالى أعطيك شيئا، فنظر إليها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لو لم تعطيه لصارت إيه؟ كذبة. وإياكم والكذب. الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم كسيدنا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولقن أن الكذب محرم وأنه لا يجوز وأن الصدق فيه النجاة، أخذ بيد شقيقه خالد لكي يذهب إلى قوم لديهم فتاة ليخطبها لشقيقه. أول ما دخلوا إن هذا أخي فلان وأنا من تعرفون، أنا بلال الحبشي، كنا فقراء فأغنانا الله، كنا أذلاء فعزنا الله، وكنا 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 وأصبحنا. فتداول القوم قالوا مثل بلال لا يرد، ده أخو سيدنا بلال مؤذن الرسول، فقبلوا بالخطبة. انصرف بلال مع أخيه في الطريق بيعاتبوا أخوه، يقول له لماذا لم تقل إننا فلان وأنت فلان وأنت مؤذن الرسول وأنت شهدت مع رسول الله غزوة كذا وأنت قاتلت مع رسول الله وأنا وكذا وكذا. قال مهن وصهن يا خالد، اسكت، لقد صدقنا فزوجنا الصدق. الله. صدقنا فزوجنا. من أين تعلم هذا؟ من مدرسة رسول الله. نعم. ثم تسير المسيرة بنا حتى نقف أمام محدث الأمة سيدنا الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. كان يقطع الأسفار الكبيرة ويسافر من أجل حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبه في سفره في صحيح البخاري. في يوم ذهب إلى رجل قالوا له إنه محدث وأنك ستأخذ على يدي الحديث، فلما وصل إليه وجده يمد ثوبه للغنم والثوب فارغ، ويفعل هكذا حتى تأتي الأنعام وتقبل، فوجده فارغا فقال راجعا، يعني لف ورجع تاني، فقال راجعا إن من يكذب على بهيمة الله آمنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل والقدوة في تربية الأبناء، ليس فقط الأبناء الذين هم من صلبه سيدنا الحسن والحسين، ولكن في الأبناء الذين كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة هذا الذي جاء طفلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما جاء أبواه ففضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبويه نظرا لما كان يلقاه من محبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك الذي جاء طفلا يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال لي كذا وكذا. كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأطفال؟ هذا منهج نبوي فريد لا يوجد مثله في الكتب ولا في التاريخ إطلاقا. تربى سيدنا زيد بن حارثة بعد أن بيع رقيقا في سوق النخاسة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ قومه يبحثون عنه طوال سنين طويلة، ولما التقوا به واستدلوا عليه فضل إقامته مع رسول الله على الرجوع إلى قومه صلى الله عليه وسلم. لما رأى من أخلاق رسول الله
وعطف رسول الله وحنان رسول الله ومع سيدنا أنس. انظر إلى سيدنا أنس في هذا الموقف الجميل الماتع الذي نتعلم منه. نعم. سيدنا أنس يقول: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فذهبت وفي نيتي أن أذهب ولكني لم أذهب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخر سيدنا أنس، فجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بقفاي وقال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. فيقول: فذهبت. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لا يجب علينا أن نعامل هؤلاء إلا برفق. يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر. فضيلة الشيخ كرم، أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلاطف الصغار ويداعب الأطفال ويواسيهم. يعني هذا الطفل عمير الذي مات عصفوره، كيف يعني تقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطفل، وكيف داعبه وكيف لاطفه وواساه في موت عصفوره؟ نعم. في العصر الحديث هناك يعني حاجة اسمها الإرشاد الأسري، وفي حاجة اسمها الصحة النفسية، يعني أمور مؤثرة جدا في تربية وسلوك الصغار. كثير من الناس يذهب إلى العيادات النفسية ويطلب إرشادات أسرية للأبناء علشان سلوكهم غير سوي. اذهبوا إلى مدرسة النبوة لتروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الصغار. ولما نقول الصغار مش يعني الصغار كده في المرحلة الابتدائية ولا حاجة، لا، ده أخو سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه اسمه عمير، كان فطيما للتو، يعني 3 سنين، يعني 3 سنين، عمره صغير جدا. فكان يداعبه ولطفه، فكان له طائر صغير فمات. فسيدنا رسول صلى الله عليه وسلم يواسيه مداعبا وملاطفا إياه ويقول له: يا أبا عمير ما صنع النغير. فأي عطف وأي شفقة وأي رحمة فيما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صغار الصحابة ومع أبنائهم، حتى نتعلم من تلك المدرسة النبوية. تقول السنة النبوية المطهرة المعطرة بسيرة صاحبها صلى الله عليه وسلم أن الجارية الصغيرة حديثة السن كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب معها حيث شاءت ويقضي لها حاجتها. جبر الخاطر، هذا منهج تربوي نبوي نفتقده. حتى لو كنت تربي صغيرا أو تربي ابنا أو ابنة وطلب منك شيئا، يعني ما تردهوش، ما تكسفوش، أجبر بخاطره كما جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاطر الصغار. نسأل الله تبارك وتعالى. كلمة أخيرة فضيلة الشيخ كرم، يعني نختم بها اللقاء، نلخص فيها ما أجملناه في هذه الحلقة. أقول لكل أب ولكل أم ولكل مربي ولكل معلم ولكل داعية ولكل من يعمل في حقل الدعوة والتربية والتعليم رسالة سماوية موجهة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها منهجا في أساليبكم التربوية والتعليمية، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تخلقنا بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تتقبل منا أعمالنا، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ كرم القوصي، إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف. شكرا جزيلا. الله يخليك أستاذ عماد، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. ونشكركم مشاهدينا الكرام، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى مع برنامجكم وقولوا للناس حسنا.